the schwa again and again. بما ان the schwa sound هو اهم صوت متحرك في الانجليش، واكتر صوت متكرر في كلمات الانجليش، واكتر صوت بيظبط النطق جدا حتى لو انت لسه just a beginner. طيب عشان نعمل ده صح ونطقنا يفرق معانا ويفرق مع اللي بيسمعنا، لازم نعرف ان الشوا اللي بيغير مجرى الكلمة والنطق بتاعي لازم نعرف دوره ايه. هو دوره هو بيخفف حدة نطق مقطع معين في الكلمة. المقطع ده بيبقى فيه short vowel sound، المقطع ده بيبقى unstressed. هو بقى بيحل محل الشورت فاول ساوند ده وبيحضر بصوته، بالرغم ان هو صوت ضعيف لكن تأثيره قوي وفعال جدا في النطق. عشان نعمل ده صح لازم number one نكون low in pitch. low in pitch يعني النبرة بتاعتنا منخفضة، نبرة ضعيفة. number two لازم نجو faster on this syllable، نقرأ السيلابل ده المقطع دوت this part of a word بشكل أسرع. طيب وطبيعي هنقرأه بشكل أسرع لأن هو أصلا unstressed، مقطع غير مشدد. يلا بينا let me illustrate with more examples. لازم نعرف إن الشوا مفيش حرف بيدل عليه، إحنا بنسمعه بس. it says إيه، وده بيظهر في حالات عديدة جدا، منها كلمات بتبدأ مثلا بحرف ال A like the word about, again, away. كلمة with the short upon, onion, something like carrot, pencil, animal, famous, Egyptian, freedom, special. See the pitch is getting lower and lower. ممكن يظهر في middle position في كلمة في نصف الكلمة، مقطع في نصف الكلمة like the word property, faculty, and many others. It's your turn now to read these words again on your own properly.